سر الأغنياء اللي محدش بيقولك عليه، اللعبة القذرة للثراء. ازاي الناس بتبقى مليونيرات في 3 سنين بس؟ رائد الأفكار الوحيد في الوطن العربي. انت مخدوع، كل حاجة علموها لك عن الفلوس غلط. لو كنت فاكر ان الشغل بجد والاجتهاد هما الطريق الوحيد للثراء فانت حرفيا بتضيع وقتك. في ناس بتقضي 30 سنة بتشتغل ليل نهار ومش بتوصل لحاجة، وفي ناس في 3 سنين بس بيبقوا مليونيرات. السر فين؟ السر في اللعبة القذرة اللي الأغنياء بيلعبوها وانت مش عارفها. وصدقني لما تعرف السر ده هتحس انك كنت عايش في غيبوبة. خليني اسألك سؤال بسيط، ليه واحد بيبدأ من الصفر ويبقى مليونير في وقت قياسي وواحد تاني بيفضل طول عمره شغال ويبقى غرقان في الديون؟ هل ده حظ؟ هل ده مجرد موهبة؟ ده نظام، لعبة، مجموعة قوانين، واللي يفهمها بيوصل واللي ما بيفهمهاش بيعيش عبد للفلوس طول عمره. في 3 قواعد خطيرة لو طبقتها ممكن حياتك تتغير 180 درجة وتبدأ تبني ثروتك حتى لو معاك 0 جنيه. وخليني اقول لك امثلة حقيقية على ناس استخدموا القواعد دي وبقوا اغنياء في وقت قياسي. القاعدة الاولى: ما تشتغلش علشان الفلوس، خلي الفلوس تشتغل علشانك. اكبر غلطة بيعملها 99% من الناس انهم بيشتغلوا مقابل الفلوس. بيشتغل وظيفة او بيشتغل في مشروع وبيستنى الدخل يجيله من مجهوده المباشر. لكن الاغنياء بيفكروا بشكل مختلف تماما. هما بيستخدموا الرفعة المالية، ودي ببساطة معناها انك تستخدم حاجة تشتغل بدل ما انت تشتغل بنفسك. وخلينا اديلك مثال. في شاب مثلا اسمه احمد كان بيشتغل موظف براتب عادي جدا، بس كان عنده عقلية مختلفة. بدل ما يفضل يصرف فلوسه على حاجات تافهة استثمرها في مشروع بسيط جدا. فتح قناة يوتيوب، بس مش هو اللي بيظهر فيها. جاب ناس يعملوا فيديوهات وجاب مونتير يعمل المونتاج، وهو كان بس بيخطط وبيدير القناة. بعد سنة واحدة بس القناة بدأت تجيب فلوس أكتر من الراتب الشهري بتاعه، وبعد 2 بقى عنده فريق شغال بداله وهو بس بيحصد الأرباح. انت بتشتغل بعرقك، لكن الأغنياء بيخلوا حاجة تانية تشتغل بدلهم. القاعدة التانية: ما تستخدمش فلوسك، استخدم فلوس غيرك. انت فاكر ان الاغنياء بيبدأوا ب1,000,000 جنيه من جيبهم؟ مستحيل. الحقيقة انهم بيستخدموا حاجة اسمها OPM Other People's Money او فلوس الناس التانية. وخليني اقول لك على مثال صادم يا صديقي. في رجل اعمال في دبي كان عايز يعمل مشروع ب1,000,000 درهم، لكن بدل ما يحط فلوسه راح للبنك واستلف الفلوس. بس مش دي العبقرية انه استخدم الفلوس دي في مشروع يجيب له 3 أضعاف القرض. الغريب هنا ان هو خد القرض، لكن انا مش بقول لك تعمل ده، انا بقول لك خد من اصدقائك واصحابك. بعد سنة هو سدد الفلوس وبقى عنده راس مال ضخم وكأنه بدأ ببلاش. الاغنياء ما بيدفعوش من جيبهم، هم بيدوروا على طريقة يستخدموا بيها فلوس غيرهم، سواء مستثمرين او حتى العملاء نفسهم. اياك تاخد قرض من البنك، يا اما تشوف مستثمرين يا اما عملاء. القاعدة الثالثة: الفرص الذهبية مش بتيجي، هي بتتصنع. الاغنياء ما بيستنوش الفرص تقع عليهم من السماء، هم اللي بيخلقوا الفرص بنفسهم. لو عايز تبقى غني لازم تلاقي فجوة في السوق وتدخل فيها بسرعة قبل غيرك. خد مثال، زمان محدش كان مصدق ان التجارة الالكترونية هتبقى مستقبل الفلوس، لكن في واحد قرر يغامر ويفتح متجر الكتروني بسيط جدا، ومع الوقت المتجر بقى بيجيب له دخل شهري اكتر من اي وظيفة. النهاردة عنده امبراطورية تجارة الكترونية ومحدش يقدر ينافسه لانه كان من الاوائل اللي دخلوا السوق. انت مستني الفرصة تجيلك، لكن الاغنياء هم اللي بيخلقوا الفرص من العدم. في النهاية يا صديقي هقول لك الخلاصة اللي هتخليك لازم تتحرك فورا. دلوقتي بقى عندك سر اللعبة اللي الأغنياء بيلعبوها. فما ما تشتغلش عشان الفلوس، خلي الفلوس تشتغل بدالك. ما تستخدمش فلوسك، استخدم فلوس غيرك. ما تستناش الفرص، اصنعها بنفسك. السؤال الوحيد اللي فاضل هو: هتفضل مستني ومش بتعمل حاجة، ولا هتاخد أول خطوة دلوقتي؟ الفرق بين الغني والفقير مش الحظ، الفرق هو إن واحد فهم اللعبة ولعبها صح والتاني قاعد يتفرج.